السلام عليكم ورحمة الله، شلونكم؟ إن شاء الله طيبين. رجعت لكم بمقطع جديد. مقطعنا اليوم قصة مرعبة. اعذروني قاطع عليكم، صار أسبوعين على ما يقارب، يعني 10 أيام. فمثل ما تعرفون وضع الشعب العراقي بشكل حالي، بعد انتم تفهمون، ما يحتاج أوضح لكم أكثر ليش ما أنزل حلقة خلال هاي الأيام كلها. أكيد السؤال اللي براسك وبراسك، ليش لابس قبوط على راسك؟ كيفي؟ لا الشاقة. السالفة ما بيها إن الكهرباء طافية وتو طالع من الحمام، وشعري ما مشى أسود، فصاير كني منتول بالكهرباء، فخليت هاي فوق راسي. المهم، طولت عليكم بالمقدمة. قبل لا أبدأ بالمقطع، شكرا من كل قلبي على 900 مشترك. خلال شهرين قدرنا نجيب 900. هسه يجينا هذا براس مربع، اي فرحان بال900. طبعا فرحان. اول شي يوتيوبر مبتدئ، ثاني شي بعدنا جديد، يعني بشهرين جبت 900، وهالشي بالنسبة لي انجاز. فإن شاء الله بمرور الوقت راح نصعد أكثر وأكثر بفضل الله ثم بفضلكم. لغيتوا هواي، طولت عليكم بالمقدمة. دوز زر اللايك، دوز الاشتراك، وبشينا القصة. قبل لا أبدأ القصة، أنصح الكل جيب أكلتك المفضلة ومشروبك المفضل، وأنت كذلك أكلتك المفضلة ومشروبك المفضل، ولبس السماعة واقعدوا بمكان هادئ وحدكم، وتابع القصة من البداية حتى النهاية، لأن القصة حلوة وبيها نصيحة وعبرة همات. لأن القصص اللي أجيبها لازم أجيب بيها نصيحة استفادة إلكم. فكافي لغيت هواي، بشينا القصة. القصة تنروي من لسان شخص اسمه عمر، يقول: أنا عائلتي متكونة من 3 أفراد، أنا ومرتي وكان عندي ابن. لكن بمرور الوقت بدأت عائلتي تتكاثر وصرنا 5 أفراد. فبيتي كان 50 متر، وأنا كانت حالتي المادية ضعيفة، يعني بهيك حالة لازم أشيل غير بيت، لأن هذا البيت ما راح يكفيني. ومثل ما قلت لكم حالتي المادية ضعيفة. فتناقشنا انا والمرأة، طلعت ادور لي على بيت يناسبني او يناسب الفلوس اللي عندي. فخلال 3 ايام، اليوم الاول واليوم الثاني واليوم الثالث، وانا ما لقيت بيت يناسب الفلوس اللي عندي. في اليوم الرابع طلعت وانا ادور على بيت لحد ما لقيت البيت المناسب، لكن البيت ما اشتريته مشترى، اجرته ايجار، لان سعره غير مناسب بالنسبة الي وبالنسبة لحالتي. فرحت ادور على ابو البيت، لقيت ابو البيت، فقال لي بك خير وتدلل، اجرى يمك، لكن اعطيني فتره قد اسبوع على ما ارمم لك البيت، يعني مثل ما قلت لكم البيت تعبان. بالمناسبه هذا البيت ماكو عائله تقعد بيه. اي عائله تحاول تقعد بيه كان اكو جيران هذا البيت يحذرهم ويقولون لا تقعدون بهذا البيت، فما يقعدون. لكن مع الاسف ويا حظ الفقر، طلعت هاي العائله عندهم سفره مطوله، يعني سفره الى شهر او شهرين راح يتاخرون يعني. فويا حظي. المهم، بعد مرور اسبوع من رمم البيت وكمله، قال لي تعال شيل هذا البيت. فأنا طلبت إجازة من الشغل 4 أيام، حتى أحول غراضي وأحول الأثاث وأحول الملابس والعائلة، لأن كان لا عندي أخو ولا عم ولا شيء، طرقي طرق المرة. المهم، بعد ما حولت غراضي وخلصت الإجازة مالتي، باليوم الرابع صار لازم أروح للشغل، وأنا مستقر بهذا البيت المهجور. لكن أنا ما كنت أدري بيه مهجور أو مسكون بالجن. فأنا من النوع اللي كنت أنام من وقت، يعني 8 بالليل أنا نايم، حتى أقعد الساعة 6 الصبح وأروح للشغل. فمرتي كانت عكس هالشي، مرتي كانت تحب تسهر، تتابع أفلام رعب وتتابع كل شي، يعني تحب تسهر بين قوسين بالوحدة بالثنتين يلا تنام هي. المهم، في يوم من الأيام كنت نايم أنا، فاجتني مرتي تركض من رعبة وخايفة وتبكي وتصرخ وتقول لي الحق لي الحق لي. فأنا قعدت من النوم مصدوم وخوفتني، قلت لها ايش بيك؟ سلامات، ليش تدقين؟ ليش تبكين؟ شكو ايش صاير؟ فقالت لي اقسم لك بالله شفت مرية طويلة سمراء عبرت من يمي، وسمعت صوت بكاء اطفال او صريخ من هاي الغرفة. فانا من النوع اللي ما امن بالسحر والشعوذة والجن وهاي الامور والعياذ بالله. فقلت لها خلص ماكو شي، مجرد خيال، هذا من خيالك. فتح القرآن الكريم واقرأ آيات قرآنية وماكو أي شيء. المهم، فتحت القرآن وقرأت آيات قرآنية وعدت هاي الليلة على خير. فنمنا، صار الصبح وصار لازم أروح للشغل. فرحت للشغل وخلص دوامي، صار الليل، صار لازم أرجع بيتي. فرجعت للبيت، دخلت للبيت، دخلت للمطبخ.
أول ما دخلت للمطبخ شفت مرتي مصدومة، يعني فاتحة عيونها بقوة وجامدة بمكانها وترجف. أنا من الخوف رحت أركض عليها وحاكيتها والمسها ما تتحرك بس ترجف. شبيك يا معودة احكي؟ ماكو، لا تحكي لا حس ولا نفس. فكضيت ماي وذبيتها على وجهها. بعد ما ذبيتها على وجهها صحت وقالت لي ها شكو شنو صار؟ شنو وين راحت هاي المرية؟ قلت لها يا مرية يا معودة. فوقفت يمي وظلت تشرح وهي خايفة وتبكي. قالت لي أقسم لك بالله شفت مرية سمرة وطويلة، حاكتني وهددتني وقالت لي هذا البيت بيتنا أنا ورجلي وجهالي، صارنا سنين عدة ساكنين بهذا البيت، فإلكم مدة قليلة إذا ما شلتوا من هذا البيت يا ويلكم يا سواد ليلكم، راح أسود عيشتكم ومو بس إنتم وكل أحبابكم، أهلك أمك أبوك إلى آخره. فمثل ما قلت لكم أنا ما أصدق بهاي الأمور مال الجن والشعوذة والسحر، ما أصدق بها، يعني ما أطخ براسي أبد. وهي جاي تسولف وتبكي وبشكل مباشر ظهر شخص أصلع قصير أسمر البشرة، من أقول لك أسمر أسود بلون التيشيرت اللي لابسه، مو تنمر لكن القصة مكتوبة بهيك شكل. فظهر يمي، أنا طفرت من مكاني ورحت يمرتي، فبدينا نصرخ بأعلى صوتنا. فجاوبني هذا الرجل الأسمر القصير وقال لي هدئوا هدئوا، أنا هنا ما جاي أذيكم، لكن راح أعطيكم تحذير، لكم مدة شهر، هذا البيت بيتي بيت جهالي، إذا ما شلتوا من هذا البيت لمدة الشهر راح أعذبكم وراح تشوفون الويل والراحة، ما راح تذوقون طعمها لا هسه ولا بعد. فأنا في هاي اللحظة بديت أصدق بهالأمور مالت الجن، يعني اللي شفته مو طبيعي أبد. فخفت ومرتي قالت لي لازم نشيل من هذا البيت. فبعد مرور أسبوعين وأنا أحاول أدور لي على بيت بسعر مناسب بالنسبة إلي ولحالتي، لكن مع كل الأسف ما لقيت البيت المناسب. فقلت خلاص خليها على الله، راح اقعد بهذا البيت، يعني حالتي ما تساعد، ايش بيدي اظل بهذا البيت. فقلت له انا حالتي ما تساعد والبيوت الموجودة كلهن باسعار ما تناسب الفلوس اللي عندي. فبعد مرور يعني بعد هاي الفترة من طلع لنا هذا الرجل مرور 21 يوم، بالاسبوع الثالث كانت بنتي الصغيرة ومرتي تطبخ، كانت بنتي الصغيرة فوق السطح او فوق الدرج بين قوسين، صار فوق الدرج وتلعب، ومرتي كانت تباعدها. اقسم لكم بالله كأنما اكو شخص رفع بنتي وشمرها من فوق الدرج. فبعد ما شمرت من فوق الدرج طق راسها بالصبة، فبعد ما طق بالصبة انشق راسها بشكل مباشر. عمر اتصل على الاسعاف، وبعد ما اتصل على الاسعاف اخذناها للمستشفى على السريع ورحنا كل احنا وياها. فبعد مرور 3 ايام واحنا بالمستشفى انا ومرتي قاعدين، فقالت لي ارجع للبيت روح جيب لي ملابس، لان انا صار 3 ايام بهاي الملابس لازم ابدلهن. فانا كنت خايف ومتردد اني ارجع لهذا البيت ملعون. بعد تردد بيني وبين نفسي رجعت للبيت حتى اطلع ملابس من البيت واخذ كم فلس وارجع للمستشفى. فرجعت للبيت طبيت للغرفة حتى اطلع ملابس الي والمرتي. فانا جاي اطلع وبشكل مباشر وسريع ظهر الشخص الاصلع القصير وقال لي انت ما تسمع الكلام، صار لك هنا 3 اسابيع اي يقارب 21 يوم، الك اخر اسبوع، اذا ما شلت من هذا البيت راح اسود عيشتك، وهذا اخر تحذير الك، وقد اعذر من انذر او من حذر، اخر تحذير الك، اذا ما شلت من هذا البيت راح ادمرك انت وعائلتك. فانا من الخوف عفت الملابس وعفت الفلوس واشرد، ظليت اركض واباوع لي ورا، اركض والتفت لي ورا اشوف هل هو جاي يركض وراي او لا، لكن الحمد لله ما يركض وراي. فمن الخوف انا الباب كان مفتوح وانا طفرت من فوق الباب. الباب مفتوح وانا طفرت من فوق. اعذرني صاحب القصة عمر، بس يعني بهاي اللحظة انا ضحكت. المهم بعد ما شردت ورحت للمستشفى، رحت لمرتي سولفت لها وقلت لها هيك صار وكذا صار، وانه طلع لي هذا الشخص الاصلع القصير، فخفت من عنده وشردت. فهي خافت اكثر مني وقالت لي خلاص لا تروح، ما اريد بعد ملابس، هسه ادبر لي لبسه من هنا وما يخالف نقضيها شلون ما كان. فعمر من قد خوفه ومن قد تعبه من هذا البيت وبعد المعاناة اللي شافني بهذا البيت طلع الساعة 2 بالليل يدور على بيت للإيجار. فطلع وهو يدور له على بيت ويدق بباب الناس ويقول لهم اريد لي بيت للآجار، لان هذا البيت اللي قعدت بيه ما شفت راحتي بيه، لحد ما وصل للجيران
هذا البيت اللي كان قاعد بيه. الجيران اللي كانوا مسافرين كانت عندهم سفرة مطولة مثل ما قلت لكم. دقيت الباب عليهم وطلعوا لي وقلت لهم أنا أدور على بيت إيجار أريد أقعد بيه، لأن هذا البيت بعد ما قعدت بيه عشت بمعاناة وتأذيت كلش. لكن أي شخص أسولف لي وأقول له على المعاناة اللي أمر بيها يكذبني ويقول لي أنت مختل عقليا، بين قوسين مخبل. لكن هذول الناس صدقوني يعني شايفين بعينهم وهم جيران هذا البيت. يسألوني أنت بهالبيت كنت قاعد؟ فأشرت لهم على البيت المهجور. وغريب إنه بوع لي بنظرات صدمة، قال لي مستحيل، شلون قدرت تقعد بهذا البيت مدة 21 يوم؟ هذا البيت مهجور أكثر من 15 سنة صار له وبيه جن، شلون قدرت تقعد بيه؟ فقلت لهم بعد مجبور وحالتي المادية ما تساعد. المهم رحت لأبو البيت اللي باع البيت، ومع العلم أبو البيت يدري بالبيت إنه هو مسكون وبيه جن، لكن يريد يمشي سلاحته علي، ما يحكي وما يقول الحقيقة. فرحت له وقلت له البيت هيك بي وهيك بي، فكذبني وقال لي أنا كنت ساكن بهذا البيت، ما تأذيت وما بي أي عرض من هاي الأعراض. فقلت له على الأقل اعطيني الفلوس مالاتي مال الأشهر الباقي، لأن أنا ما قعدت بيه شهر، اعطيني مال الأشهر الباقي حتى أقدر أوفر لي بيت، أشتري بيت، أأجل لي بيت. فقال لي لا تعذرني أنا ما راح أعطيك فلوسك، يعني بعد أنت وقعت على عقد مال سنة كاملة، موقع على عقد مال إيجار سنة كاملة، خطير الرجال إيش مدري البيت مسكون. فرجعت مهضوم ومأيس من الحياة، رجعت للبيت وأنا فاقد الأمل، رجعت حتى أخذ فلوس وملابس من البيت. فبعد ما وصلت للمنطقة اللي بيها هذا البيت لقيت البيت محترق بالكامل، بين قوسين صاير رماد مطحون طحن. رغم الحريق، رغم المعاناة، رغم بنتي بالمستشفى، رغم الأذية اللي شفتها، هذا الشخص الأصلع والأسمر ما عافني وبدأ يأذي بي والبيت محروق. فعمر اختل عقليا، تخبل بين قوسين، بدأ يضحك ويا نفسه، يسولف ويا نفسه، بدأ يشوف أشياء الناس ما تشوفها. وكل هذا اللي صار ومرته بعدي من المستشفى وما تدري بعمر شنو صار وياه. المهم بعد ما وصل خبر لمرت عمر إن عمر تخبل واختل عقليا. منين وصل خبر؟ من أهل مرت عمر، قالوا لها لقيناه يم البيت مخبل ويضحك ويا نفسه، لا يعرف أم، لا يعرف أبو، لا يعرف أخو، لا يعرف ابن، كل شي ما يعرف، يعني كأنه ما رجع عقله عقل طفل. فانصدمت مرت عمر وبدت تبكي وتدق وتصرخ وقالت إن هي جنب بيتي، احنا جابنا لهذا البيت الملعون، ليش بقينا، ليش ما شلنا؟ المهم الندم ما يفيد بعد. فخذوا عمر لعدة شيوخ. طبعا عمر مو حالة نفسية بي حتى الأطباء تعالجه، لا، عمر تلبس بالسحر أو تلبس بالجن بين قوسين، فظل يحكي ويا نفسه ويشوف أشياء غريبة الناس ما تشوفها. فخذوا الشيوخ عدة على ما يقارب 30 شيخ. فذول 30 شيخ بأكملهم ما قدروا يعالجون عمر وما قدروا يعرفون علته شنو أو قدروا يخلصونه من هذا السحر أو الجن، حد ما وصلوا الشيخ. هذا الشيخ شغلته هاي الأمور، إنه يخلص الأشخاص من السحر وفك هاي اللعنات من عندهم. فخذوه إليه، بقى يعالج بعمر مدة 4 أشهر، لا يوم لا يومين لا 3 ولا 4 ولا حتى 10، 4 أشهر هو يعالج بعمر، لكن طلب مبلغ هواي. المهم باعوا الأكل ماكو وانطوا للشيخ حتى يقدر يعالجه. فبعد مرور 4 أشهر قدر يعالج عمر، عالج، لكن ما رجع عمر الأولاني. صح رجع يعرف أهله ويعرف أطفاله ويعرف مرته، لكن بعد مكسور الخاطر ومهضوم على كل هذني اللي صار وياه. وبس لهنا وصلنا لنهاية الحلقة. يا رب يا رب عجبتكم الحلقة، إذا عجبتكم خلي لايك، وإذا ما عجبتكم خلي ديسلايك. كان وياكم أخوكم عبسي، وأشوفكم بحلقة ثانية، وسيو. Fearless, I let him feel this. You know I spit it, no cap when I kill this. I'm about to hit him with the rest, let him hear this. Where this war tour better be a field trip. Yeah, sack it up and then I double it. No time for mumbling. Show him where trouble is. Be on my team, plotting my things. Live